ازيكم، انا عمر الجبلي والنهارده هنتكلم عن ايه الخطوات اللي محتاج تاخدها عشان تنتقل في الكاليستانكس من الصفر لحد الاحتراف. هنتكلم عن ازاي تبدا كاليستانكس وايه مستويات التمرين المختلفه اللي هتمر بيها والتغذيه للاعبين الكاليستانكس. فلو انت مبتدئ وحابب تعرف تبدا منين، او حتى لو متقدم وعاوز تعرف تتطور ازاي، الفيديو ده هيكون فيه كل اللي انت محتاجه. الكاليستانكس هو نوع من انواع التمارين الرياضيه اللي بتعتمد على وزن الجسم لبناء العضلات وزياده القوه. ومميزاته انه مش محتاج معدات كتير، تقدر تتمرن في اي مكان وفي اي وقت، وبيساعدك على تحسين اللياقه العامه، القوه، المرونه والتوازن. دلوقتي خلونا نعرف ازاي نقدر نبدا كاليستانكس من الصفر. من الصفر يعني مبتدئ تماما، ففي المستوى ده هنبدا ببرنامج تمرين بسيط يساعدك تبني اساس قوي. والهدف من البرنامج ده هو انك تتعلم وتتمكن من التمرينات الاساسيه، واللي هي رقم واحد تمرين الضغط، وده بيركز على عضلات الصدر والترايسبس. 2 العقله، ودي بتركز على عضلات البايسبس والظهر. رقم 3 المتوازي، وده بيركز على عضلات الصدر الكتف والترايسبس. 4 تمارين البطن زي البلانك والبرانشز. و5 تمرينات الرجل زي السكوات والبريدجز. بعض التمرينات دي ممكن تكون ما بتقدرش تعملها زي العقله والمتوازي او حتى الضغط، وده اللي بيوقف ناس كتير في بدايه رحلتهم مع الكاليستانكس وبيحسسهم ان الرياضه دي مش ليهم، كأن في شروط معينه للشخص اللي بيبدا كاليستانكس، ولو مش عندك يبقى استحاله تتعلمها. وده مش صح. لو مش قادر تعمل التمرينات دي ففي تمرينات اسهل مناسبه لمستواك وهتأهلك انك تعمل التمرينات الاصعب. وعشان الموضوع يبقى واضح ليك اكتر، خليني اوضح ده بمثال. لو مش بتقدر مثلا تعمل تمرين العقله، فتقدر تمارس تمرين التجديف، هيكون اسهل وبيشغل نفس العضلات اللي انت محتاجها. فمع الوقت والتطور فيه هتقرب من تمرين العقله. كمان تقدر تضيف تمرين الديد هانج او التعلق في العقله، ده بيقوي مسكه الايد جدا وبيشغل عضلات لوح الكتف. العضلات دي هي اللي بتبدا اول جزء من العقله. فمع دمج الاثنين مع بعض وللاستمراريه فيهم والتطور، هتلاقي ان انت قدرت تعمل اول عده عقله ليك. وعلى القناه هتلاقي فيديوهات بتعلم كل تمرين منهم بسهوله وبالتفصيل، العقله والضغط والمتوازي. هسيب لكم لينكات الفيديوهات دي في وصف الفيديو. فزي ما انت شايف، انت مش محتاج تكون في مستوى معين عشان تبدا كاليستانكس، انت محتاج بس تبدا. دلوقتي خلينا نشوف مثال ليوم تمرين لحد مبتدئ. التمرين ده هيركز على عضلات الجسم كلها. قبل التمرين هنسخن كويس، بعد كده هنبدا نتمرن بتمرين التجديف. تمرين التجديف هنا هدفه ان انا اقوي عضلات السحب، وان انا اهل نفسي ان انا اقدر اعمل تمرين العقله. بعد كده هنفترض ان الحد المبتدئ ده مش كويس قوي في تمرين الضغط، فهنعمل ضغط عالي على بوكس او كرسي عشان يبقى مستواه مناسب ليه ويتطور ويقدر في النهايه انه يعمل تمارين الضغط العادي. بعد كده هيعمل تمارين التعلق في العقله عشان يقوي مسكه ايده ويأهل نفسه انه يعمل تمارين العقله. وبعدها هيعمل تمارين الغطس على الكرسي او على البوكس عشان يقوي عضلات الدفع ويأهل نفسه انه يعمل تمارين المتوازي. بعد كده هيشغل عضلات الرجل بتمرين السكوات، وعضلات البطن بتمرين البلانك. وفي المرحله دي كمبتدئ انصحك انك تتمرن من 3 ل 4 ايام في الاسبوع، واهتم بالراحه. ريح يوم ما بين كل يوم تمرين والتاني عشان جسمك يعمل استشفاء عضلي بشكل افضل، فبالتالي نتيجه التمرين تبان عليك وتبقى اقوى مع الوقت. بعد ما تبني اساس قوي هتبدا تحس ان التمرينات بقت اسهل، وهنا نقدر نضيف تحديات جديده عشان ننتقل للمستوى المتوسط. التحديات دي بتكون زي رقم واحد انك تعمل اشكال مختلفه من التمرين. فمثلا مع تمرين الضغط العادي هتعمل تمرين الضغط الضيق، ده بيحمل اكتر على عضلات الصدر والترايسبس. رقم اتنين زياده الاعداد، هتتحدى نفسك وتحاول تزود اقصى عدد بتجيبه في التمرينات المختلفه زي العقله والضغط، وتزود وقت ثباتك في تمرينات زي البلانك. رقم 3 تمارين المهارات. في المستوى المتوسط تقدر تبدأ تتمرن على بعض المهارات زي الهاند ستاند. وخلينا اديك مثال ليوم من ايام تمرين المستوى المتوسط. اليوم ده هيكون يوم دفع، بمعنى ان احنا هنمرن عضلات الصدر والكتف والترايسبس. طبعا هنسخن كويس قوي قبل التمرين، وهنبدا التمرين بتاعنا بالمهارات. طيب ليه بنبدا بالمهارات؟ لان في اول التمرين جسمك بيكون بكامل قوته وتركيزك بيكون عالي، وده بالظبط اللي انت محتاجه وانت بتتعلم مهاره جديده. فهنبدا بتمرين الوقوف على الايدين، وهنبقى ساندين على الحيطه. هنشتغله 3 مجموعات، هنكرره 3 مرات، وبعد كده هننتقل على التمرين اللي بعده وهو الفروج ستاند. والتمرين ده بنعمله عشان نتعلم التوازن على ايدينا. بعد كده هنعمل ضغط ارشر، وده عشان نصعب تمرين الضغط العادي. وبعدها هنعمل متوازي على بار، وبعدها ضغط ضيق، وهننهي التمرين بدقيقة بلانك. وطبعا الفيديو ده بيتكلم بشكل عام عن طريقة تطورك في كل مرحلة فيهم، لكن في تفاصيل اكتر في كل مرحلة مش هقدر اخوض فيها كلها في فيديو واحد. وهعمل فيديوهات اكتر بتتكلم عنها على القناة الفترة الجاية ان شاء الله. فلو مهتم تتعلم اكتر عن الكاليستانكس، اتاكد ان انت تشترك في القناه. بعد ما تتمكن من تمرينات المستوى المتوسط، تقدر ان انت تبدا في تمرينات المستوى المتقدم زي الماسل اب.
واللي هي بتكون عباره عن دمج ما بين تمرين العقله والتمرين المتوازي، وبتمرن معظم عضلات الجزء العلوي من الجسم. تاني تمرين هو البلانش. البلانش بتكون شبه البلانك لكن رجلك بتكون طايره في الهواء، وبتعتمد بشكل اساسي على عضلات الكتف والبايسبس، ومن التمرينات الصعبه جدا. رقم 3 الفرونت ليفر، ودي بتعتمد على عضلات الظهر والترايسبس والكور، وبتحتاج قوه عاليه. وحط في الاعتبار ان التمرينات المتقدمه والمهارات تاخد وقت اطول عشان تتعلمها، والمده دي ممكن تتراوح من 3 شهور لسنتين. فجهز نفسك لرحله طويله، ولكني اضمن لك انها ممتعه وتستاهل التعب. ان شاء الله المهارات دي واكتر هعمل عنها فيديوهات على القناه. لما تتمكن من تمرينات المستوى المتقدم هتخش في المستوى الاحترافي، والمستوى الاحترافي معناه انك بقيت قوي جدا وبتجهز لبطولات الكاليستانكس. وساعتها تمرينك بيختلف عن الفترات اللي فاتت، بتبدا تتمرن على مهارات اصعب، وبتبدا تجمع المهارات مع بعض في شكل كومبو. وتمرينك بيكون عباره عن انك بتجمع ما بين القوه والتحمل والتوافق العضلي العصبي والمرونه كلهم في نفس الوقت. وخلي بالك ان خطر الاصابه في المرحله دي بيكون اعلى، فلازم تسخن كويس قوي. تسخينك ممكن يوصل لنص ساعه او 45 دقيقه، ومهم جدا تدي لجسمك فرصه للراحه والاستشفاء. وده بياخدنا لموضوع مهم جدا، وهو التغذيه والاستشفاء في الكاليستانكس. التغذيه والاستشفاء من العوامل الرئيسيه اللي هتنجح رحلتك في الكاليستانكس، ودي بعض النصائح العامه اللي هتساعدك. رقم واحد، انت مش محتاج تمشي على نظام غذائي في الكاليستانكس، لكنك محتاج تاكل صحي وتحافظ على اكلك متوازن. فنوع ما بين اكلك ما بين اللحوم والنشويات والخضروات والفواكه. رقم اتنين، حاول تدخل كمية بروتين عالية كل يوم. البروتين عامل رئيسي في بناء العضلات، وهو اللي هيخليك توصل للاستشفاء العضلي اللي محتاجه عشان تتقدم. وعشان تحسب كمية البروتين اللي جسمك محتاجها يوميا، هتضرب وزن جسمك مرة في 1.8 من عشرة ومرة تانية في 2.2 من عشرة، والنتيجة اللي هتطلع لك هي دي كمية البروتين اللي انت محتاج تدخلها في اليوم. فمثلا لو انا وزني 80 كيلو، فهضرب 80 في 1.8 من عشرة هيديني 144، ومره تانية هضرب 80 في 2.2 من عشرة هتديني 176. يبقى انا كده محتاج ادخل من 144 ل 176 جرام بروتين كل يوم. ولو انت في المرحله اللي فيها مش هتقدر تتحمل تكلفه البروتين، فمش عايز ده يحبطك او يحسسك انك مش هتحقق تقدم. هتتقدم وكل حاجه، لكن كل ما زودت كميه البروتين كل ما هتعمل استشفاء عضلي احسن وهتتحسن اسرع. وانا شخصيا فضلت سنين بتمرن ومش مهتم قوي انا بدخل كميه بروتين قد ايه، وقدرت ان انا ابقى بطل جمهوريه وحققت تقدم وشاركت في بطولات كتير وكسبتها. فما تخليش ده يلعب في دماغك ويحسسك ان انت مش هتتحسن. رقم 3، لازم كمان تهتم ببقيه العناصر الغذائيه. الكربوهيدرات هتديك الطاقه اللي هتخليك تعرف تتمرن، والدهون الصحيه والفيتامينات والمعادن كمان مهمين جدا، وهتقدر تدخلهم جسمك عن طريق ان انت تنوع في اكلك. رقم 4، شرب الميه. مهم جدا للاستشفاء وصحتك عموما انك تشرب كميه ميه كفايه على مدار اليوم، فحاول تدخل 3 لتر يوميا او اكتر لو الجو حر وبتعرق كتير. رقم 5، النوم. النوم مهم جدا للاستشفاء، وده الوقت اللي جسمك بيصلح التلف اللي حصل من التمرين. فحاول تنام 8 ساعات يوميا بدون تقطيع. بعد ما تعمل كل الحاجات دي ممكن برضه تحس ان تقدمك بطيء او مش زي ما انت متخيله، وده ممكن يسبب لك احباط واحساس بالفشل. لكن انت مش فاشل ولا حاجه، انت بس حاطط اهداف غير واقعيه. تخيل نفسك طالع سلم خطوه بخطوه، ودي الطريقه الواقعيه، في مقابل انك عايز تطلع 10 خطوات مره واحده، ودي الطريقه الغير واقعيه. وعشان الموضوع يبقى واضح اكتر، خلينا اديك مثال على الكاليستانكس بكده. شخص بيعمل عدة ضغط واحدة وهدفه انه يعمل سوبرمان بوش ابس ويطير في الهواء، ومتخيل انه يقدر يعملها قبل الشهر الجاي ويبهر اصحابه كلهم في المصيف. فهيحاول في كل تمرينه ينط بايده ورجله، وبعد تجارب كتير كلها فشل ووقوع ووجع مفاصل، ومع بدايه دخول الشهر الجديد هيبدا الاحباط يسيطر عليه ويتضايق، ويبدا يحس ان الكاليستانكس مش ليه ومش بعيد يبطلها. ده بسبب ان ما بين مستواه الحالي وهدفه اللي هو عايز يعمله في خطوات كتير هو مش واخد باله اصلا ان هي موجوده، فما حطش هدف واقعي من الاول. فعشان اصلا تعرف تحط هدف واقعي لازم تدور وتعرف ايه الخطوات اللي محتاج تعملها عشان توصل للهدف اللي انت عاوزه. وخليني اقول لك ازاي لو انت نفس الشخص تقدر توصل من عدة ضغط واحده لضغط سوبرمان عن طريق انك تطلع السلم خطوه خطوه. في البدايه هتحط هدف قريب، وهو انك تعمل 5 عدات ضغط، وبعد ما تحققه وتوصل ل5 عدات ضغط الهدف الجاي هيكون انك توصل ل10 عدات. وبعد ما توصل ل10 عدات ويبقوا سهلين معاك، الهدف الجديد هيكون ان انت تسقف بالضغط. وهكذا هتفضل تتطور بنفس الشكل لحد ما تجيب ضغط سوبرمان وتطير في الهواء. ومش قادر اوصف لك فرحتك وسعادتك هتكون عامله ازاي لما توصل لها اخيرا. كانك بتلعب لعبه على الموبايل او على الكمبيوتر وعمال بتعلى مستوى ورا التاني، وفي كل مستوى بتكون متحمس جدا انك توصل للمستوى اللي بعده. وده هو السبب الرئيسي اللي خلاني ادمن الكاليستانكس. الكاليستانكس رحله طويله وممتعه بكل تفاصيلها. هي مش بس رياضه، هتعلمك حاجات كتير في حياتك وهتطور من شخصيتك بشكل انت عمرك ما تتخيل ان شويه تمرينات هتعلمه لك. وهتفهم كده كويس مع ممارستك ليها. دي كانت بداية رحلتنا مع الكاليستانكس على القناة. اربطوا حزام الأمان عشان هننطلق. السلام عليكم.